النهارده بقى يا جماعه قررت ادلع اصحابي كده وابسطهم واعزمهم على الاكله تكون خطيره وحرشه في مكان يكون اجواءه لذيذه كده ومبهجه. وهم الاصحاب ليهم ايه عند بعض غير الدلع والحب؟ اخدتهم ورحنا على حضرموت شيخ المندي اللي في وصل الدهشور. حضرموت شيخ المندي عامل زيته وزنبليطه، واخدت اصحابي بقى نشوف القصه دي ايه. طلع بقى حضرموت شيخ المندي عامل صينيتين جداد بس جامدين قوي قوي قوي. اول صينيه من حضرموت شيخ المندي الزنبليطه بتكون عباره عن ايه بقى؟ بطايه محشيه حمام وورق عنب وزند مندي وست قطع كفته وستة سجق وستة شيش وستة ممبار وستة سمبوسه وكمان 2 كيلو رز و8 انواع سلطه. وكل اللي انا قلت لكم عليه ده ب 1750 بدل 3500. انتوا متخيلين؟ وبجد يا جماعه صواني حضرموت شيخ المندي مناسبه جدا في المناسبات، الاحتفالات، اي تجمع عندكم هتبقى مناسبه جدا. وندخل بقى على تاني صينيه من حضرموت شيخ المندي وهي صينيه الزيت. بتكون عباره عن 2 كيلو مشاوي، نص كفته نص طرب نص شيش نص سجق وباميه وملوخيه. ودايما بقول لكم لازم تجربوا طاجن الباميه والملوخيه من حضرموت شيخ المندي، طعمهم بجد غير فظاع فظاع فظاع. وكمان بينزل مع الصينيه فرخه مندي و5 قطع لحمه مندي وكيلو ممبار و2 كيلو رز و5 سمبوسه و8 انواع سلطه. وكل ده يا جماعه ب 1999 بدل من 4000 جنيه. يعني هتاكلوا كلكم وهتنبسطوا ومش هتدفعوا كتير. خلصنا اكل بقى وختمت الدلع على اصحابي باحلى كنافه بالقشطه ممكن تاكلوها في حياتكم مع كوبايه شاي كده. بجد كانت خروجه عالميه، لازم تجربوهم. باي باي.